اخيرا ميرا روحت من المدرسه، قاعده بتدق على الباب بدها تدخل. ادم اكثر واحد بيتحمس لما ميرا تروح من المدرسه. هل قلت لما ميرا تدخلوا حتعرفوا شو السر ورا هذا الموضوع. انت بدك تفتح لميرا؟ ليش نفتح لها ميرا؟ ليش يا؟ ليش نفتح لها؟ ولا روحي. ليش نفتح لها ميرا؟ نفتح لها؟ ليش نفتح لها؟ ميرا ارجعي تاني على المدرسة. شو بتتوقع السر ورا انه ادم متحمس يفتح لميرا؟ اول ما يدق الباب ادم بيجي جراي على الباب بده يشوف يستقبل ميرا. هلقيت حتعرفوا شو السر. يلا يا ميرا يلا. تعالي هيك خلص يلا تعالي هيك. على فكرة قاعدين بنصور يا ميرا، احكي مرحبا للمتابعين. مرحبا. ادم شو لابس؟ ترى ادم لابس بوت كريم. ليش لابس بوت كريم؟ ليش هيك؟ طلع لابس بوت كريم ولابسه بالشقلوب كمان. هي ميرا اجت. لحظة استني ما تعطوش حاجة. هي ميرا اجت يا لا غمض اطلع شوف. غمض عينيك قال. هي ميرا اجت. استنى بدك من ميرا ايش؟ استني تعطوش حاجة. بدك مفاجأة؟ حاجة أول ما ميرا تروح من المدرسة. عرفته هذا أنا دايما بجيب لإخواتي حاجات. كيف المدرسة يا ميرا؟ حلوة. انبسطت اليوم في المدرسة؟ غمض عينيك. مفاجأة. واو. واحدة لكريم وواحدة لآدم. كريم. ميرا عن جد ميرا بتعجبني كثير، يعني رغم انه مصروف ميرا يعني مصروف محدود يعني، لكن يوميا يعني دائما يعني متعوده من زمان من لما كانت في صف اول. راح يدي كريم بسكوت. راح يعطي كريم. صح. متعوده ميرا وهي في صف اول بترفع جزء من مصروفها، لازم تشتري حاجه لاخواتها وهي مروحه على المدرسه، حلويات يعني. بطعمي من اخواتي. جايبه مصاصه لكريم ومصاصه لادم، وراح تطعميهم من البسكوت كمان. عشان هيك ادم كل يوم اول ما ميرا تروح من المدرسه بيكون متحمس يستقبل ميرا. وفي صف اول كانت ميرا دائما تجيب لكريم، يعني السنه اللي فاتت كان اول ما تيجي من المدرسه كريم يبقى متحمس. كريم طبعا نايم يا جماعه اذا بتسالوا عنه. طيب يا ميرا كيف المدرسه اليوم؟ حلوه؟ كثير. شوف هذا. لا شوف. طب خلص روحي غيري ملابسك تريحي. شو بدك تعملي؟ اورجيك الواجب. صح انت ما كنت تديني شكل لما انت ما يعني ماخذه يعني هيك كل يوم اول ما تروح من المدرسه لازم تطلع لي الكتب والدفاتر وهيك. ليش؟ طبعا علشان اعطيها شيكل او 2 شيكل. هذا غير عن مصروفها يا جماعه، عشان يعني هي شاطره ومميزه بالصف، وطبعا انا بعطيها الكتب اللي جلدهم. طب اليوم بتجلديهم. فطبعا انا بعطيها عشان اشجعها. خلص يا ميرا ماشي. إلك عندي هالقد اعطيك 2 شيكل. زي ما شفتوا هيك كل يوم هذا الروتين بيتكرر. اول ما ميرا تروح من المدرسه ادم بيستقبلها بحماس. ميرا اول ما تدخل بتفتح شنطتها عشان تورجيني نشاطاتها وكيف العنطه حطالها ممتاز وشطوره وهيك، علشان اعطيها شيكل او 2 شيكل، وانا بعطيها عشان اشجعها. طيب يا ميرا ملاحظه في حاجه غريبه اليوم على فكره. ميرا نسيت موضوع السمك. غريبه هذا الموضوع. كأنه ميرا يا جماعه مكتئبه عشان امبارح كان على فكره هذا الكلام، روحت لقيت السمكه ميته وهيك، فميرا شكلها متاثره عشان هيك اليوم ما جتش على السمك. ايش يا ميرا ملاحظه على السمك اليوم؟ ميته نظيفه. غيرت ميه السمك طبعا اليوم. لازم كل يومين نغير ميه السمك لانه نظافه وتغيير الاكسجين، لانه السمك بيشفط الاكسجين اللي بالميه. طبعا هذا لانه حوض صغير ما بنقدرش نحط فيه موتور، فلازم كل يومين نغير الميه اللي عليه. بعد كده راح تشوف شو ميرا بتعمل في الروتين تبعها بعد ما تروح من المدرسه. ميرا شو راح تعملي هلا؟ ماشي هاتي. شو راح تعملي هالقيت؟ هلا اروح اغير وارتاح شوي. راح تغيري ملابسك؟ طيب ميرا راح تغير ملابسها. هلا انا غيرت ملابسي وغسلت وشي وارتحت، وهلا انا وبابا رح نتسلى شوي نحكي عن موضوعنا ايش سويت بالمدرسه واشياء. ميرا انا بصراحه بحب كثير احدثها عن المدرسه، يعني لازم ما تتركش يعني ابنك يعني كده. يعني في ناس كثير ما بيعرفش شو بيصير مع ابنه في المدرسه، شو بيصير احداث،
فانا بحب ميرا تحدثني وتحكي لي شو صار في المدرسه مع الطلاب، مع صحباتها، مع المدرسات. نتحدث عن المدرسة وخلصنا نلعب. هلا بستنى ماما قبل ما تخلص تعمل الأكل. أنا بقدرش أعمل إشي على فكرة وأنا جعانة. بابا أجتني فكرة حلوة عشان قبل ما ماما تعمل هذا، قبل ما ماما تعمل الأكل. شو بدك يا بابا؟ بدي أغدي السمك، بدي أغديه. تغدي السمك؟ على فكرة يا بابا امبارح طعمناه. كمان مرة ما ينفعش، لازم ياكل مرة بس كل 3 أيام. ميرا عشان هي جعانة حست بالسمك انه جعان فبدها تطعميه، بس حرام السمك ياكل كل يوم لانه لو اكل كثير بموت، فراح نطعميه نتفة صغيرة بس يا ميرا. يلا. اوه انا حط لهم اكل للسمك. هوبا كيف السمك طلع ياكل. ارفع ايدك يا ميرا، ارفع ايدك. جري دخلوا جوا. فكرة المفروض الاكل يدخل جوا. لا بضلوا على الوجه يا بابا. السمك طلع على وجه المية بسرعة ياكل. شم ريحته شكله، في له ريحة. هاي أكل. عن جد سمكات ميرا كثير حلوين كده بس ماتت واحدة يا خسارة. ليه مش يا بابا؟ إن شاء الله لقدام شوي راح أجيب لك بدل الوحدة 2. شوفوا هم بيمضغوا كثير شكلهم لذيذ. كل شوية بيطلعوا على وجه المية بياكلوا حبة وبينزلوا. شوفوا هاي. ترى كيف يا ميرا دخلت في تمها. لما نور تجهز الغداء راح نرجع لكم علشان ميرا تتغدى وبعدين نشوف كيف راح تكمل روتينها اليومي بعد المدرسة. غدانا اليوم كان على طلب ميرا حاكية لنور الصبح قبل ما تطلع المدرسة إن اليوم بدها تتغدى برجر. 1 2 3. هسه نعمل تحدي؟ لا. انت قدي على فكرة ممكن انا اكل 5 زي هذه وانت لسه بتاكلي بوحدة. فاليوم راح نتغدى برجر زي ما انتم شايفين. وكولا. عشان ما اطولش عليكم بدي اتغدى بعدين ارجع لكم. هلا انا خلصت اكل، راح اروح اغسل ايديا وانام لاني كثير نعسانه. راح انام لي ساعه بعديها ارجع لكم. يلا سلام. طبعا يا جماعه ميرا الها نايمه ساعه واكثر تقريبا. سوء ادب بحاول اصحي فيها وطلع فوقيها. بحكي لكم مرحبا. طبعا خلص اخذت قيلولتها، هلا حال نصحى لانه علينا واجب. يلا ميرا خلص على فكره بكفي لك ساعه نايمه واكثر. هلا انا اول ما اصحى من النوم بغسل وشي، بعديها بغسل ايديا بالصابونه عشان هيك اصحصح عشان بكون عفانه. بعديها بنشف. فيها بدي احط شويه صابونه واغسل ايديا. شايفين؟ بكل المصورة بنشف ايديا وبطلع من الحمام بعلق البشكير. انا دايما بتغلب بتعليقات، هذه اول مرة اعلق كويس. انتوا هنا؟ لا تعالوا لي اشوفكم. انا طلعت من الحمام غسلت وشي غسلت ايديا وخلصت وحشرت الحمام. هلا انا رح اهم اشي اني رح اكتب واجبي وادرس شويه. ماما هلا رح تيجي وتدرسني شويه. تعالوا معنا. تعال بدك تروح على المدرسة زي ميرا؟ بدك تروح؟ عن جد كان إلي خاطر أسجل آدم في حضانة بس نور رفضت. أسجلك حسيت إنه رح يعني ينمي ذكائه، يعني يعيش بين الأطفال وهيك. سكروا أنا يا زاكي أنا. استنى بدي آكلك أنا. بدي آكلك. أنا بدي آكله. استني يا ميرا أنت بتاكل إيده هذه وأنا باكل إيده هذه. طب يلا. أنا بدي آكل إيدك هذه يلا.
أني إيد آكل أنا؟ أنا آكل هذه وميرا أني إيد اللي تاكل؟ أنا بدي آكل الإيد هذه. يلا تاكل هذه؟ يلا تعال. أنا بدي آكل هذه. أنا بدي آكل هذه. أخذت الأعداد، كان واجب عليها 1 2 3 4. طبعا ميرا كتبت نصه. مين؟ جود إجا. تعال يا جود. مين جود؟ مين جود؟ كريم نايم. جود أهلا وسهلا. تعال. أنت قال بتروح على الروضة يا جود؟ عن جد؟ زي ميرا بتروح على الروضة؟ سلم بقول لك يا آدم سلم. سلم بالإيد الثانية يا آدم. آدم ماسك القلم.